أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس المدرب الشخصي المعتمد من إيس شابتر 9، ألا وهو بعنوان الماسكولار تريننج فاونديشن اند بنفيتس. المواضيع اللي هناخدها في الفصل ده مع بعض: رقم 1 explain the basic anatomy and physiology that underpins muscular training and how this knowledge enhance the design and implementation of safe and effective muscular training programs. هنشرح هنا التشريح، وظائف الحركة واللي ليهم علاقة بتدريب العضلات، وطبعا هنتعرف ازاي معلومات زي دي هتساعدنا على تصميم برامج تدريبية بشكل آمنة وفعالة للعملاء بتاعتنا. رقم 2 recognize the widespread benefits of muscular training. هنعرف مع بعض ليه التدريب العضلي مهم بشكل عام لصحتنا. Understand the acute and chronic physiological adaptation to muscular training. وبرضه زي ما أخدنا التغيرات الفسيولوجية واللي كانت حصلت للكارديو، هناخدها هنا التغيرات اللي بتحصل لجسمنا نتيجة تدريب العضلات، سواء السريعة منها أو على المدى البعيد، وده بسبب تدريبات عضلات. رقم 4 list the muscular training principles and recognize how these foundational concepts apply to program design. هنفهم ايه هي مبادئ الأساسية الخاصة بتدريب العضلات وازاي نقدر نطبقها واحنا بنحط البرامج التدريبية بتاعتنا. رقم 5 identify key variable of muscular training program design. هناخد مع بعض المتغيرات الخاصة بالتدريب واللي بنلعب فيها يعني عشان نعدل شدة وحجم التدريب بتاعنا واحنا بنصمم البرامج بتاعتنا. يبقى ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. أسس بالعربي. Anatomical System، الأنظمة التشريحية. خلونا نبدأ بأول حاجة النهاردة في الحلقة، وهو التشريح للهيكل العظمي. Skeletal System. الهيكل العظمي بتاع الإنسان ده مش حاجة ثابتة كده خلاص، ده نسيج حي ونشط وبينمو وليه أدوار أساسية جدا، زي إنه بيدعم الجسم، بيسهل الحركة، بيحمي بعض الأعضاء الداخلية، بيخزن بعض المواد ويكون خلايا الدم، ومن الناحية التشريحية بيتكون 206 عظم. التشكيل الفريد من نوعه عن سائر الكائنات الحية، واللي بيخلينا نمشي على رجلينا بسبب التطور في الهيكل العظمي والمفاصل والعضلات، واللي في تناغم ما بينهم بيساعدنا ان احنا نقوم بالوظائف اللي ربنا خلقنا بيها. تخيل كده معايا لو ما كانش عندنا العظم ده كله، كنا عبارة عن كيس لحمة جيلاتيني كده لا عارف يمشي ولا يستقر. من غير الهيكل العظمي يبقى ما عندناش فريم، عشان كده اول مزاياه انه بيدينا الفريم العام الشكل ده، من غيره لا شكل ولا ثبات. تاني حاجة انه بيحمي الاعضاء الداخلية، يعني المخ بيستخبى جوه الجمجمة الجميلة دي، القلب والرئتين في حضن القفص الصدري، اما المثانة والاعضاء التناسلية. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sanity to nutrition, to injuries, to biomechanics, everything you need, all in one place. Join us now.